الرحمن الرحيم، حبايبي طلاب تالتة إعدادي، أهلًا وسهلًا بكم مع حصة المراجعة النهائية ليلة الامتحان. هنحاول نلم الموضوع كده في حل نموذج أو 2 من ضمنهم نموذج محافظة الجيزة اللي هو النموذج الاسترشادي. السؤال الأولاني بيقول لي if 1/3 of a number is 4. أنت لو حوّلت الكلام اللي بالEnglish حوّلته إلى Math أرقام يعني، هتلاقي الموضوع بقى سهل بالنسبة لك. يعني إيه 1/3 بالأرقام؟ يعني 1/3 of إحنا متعودين قبل كده إن هي by. a number ده حاجة ما أعرفهاش يبقى هنخلّيها space نقط. is هنحوّلها لequal. ال4 هي 4. أنا عايز أحل الequation السهلة دي. third by كام equal 4. ممكن نجرّب الاختيارات، وممكن على طول نعمل 4 by 3 وتبقى الإجابة 12 كده المسألة خلصت. number 2 بيقول لي the point of intersection of the lines 2x plus 3y equal 5. جايب لي equation 2 variable and 3x equal 12 وكمان equation 1 variable. نبدأ نحل الequation اللي هي ال1 variable الأول علشان نطلّع قيمة الx. هو قايل 3x equal 12. 3x equal 12 يعني 3 by كام equal 12؟ x equal 4 يعني الx ب4. طلّعنا كده الvalue بتاع الx. تعالَ بقى ناخد الequation الأولى اللي هي 2x plus 3y equal 5. 2x يعني 8 لإن الx الواحدة ب4 يبقى ال2x ب8 plus زي ما هي، 3y زي ما هي، equal زي ما هي، 5 زي ما هي. على طول هنودّي ال8 الناحية التانية بعكس الsign تبقى -8. طلّع الanswer بتاعها جنبها على طول equals بالcalculator 5 minus 8 بنيجاتيف 3. نبدأ تاني نكتب 3y equal نيجاتيف 3. طب إحنا عايزين y واحدة يبقى هنعمل divide على 3 يبقى الy equal نيجاتيف 1. كده طلعنا value للy وvalue للx. الترتيب بيكون إزاي؟ الx الأول والّا الy الأول؟ طبعًا معروف في الEnglish ترتيب الحروف x y يبقى هنكتب رقم الx الأول وبعد كده رقم الy. يبقى الsolution set هتكون order pair 4, -1 ونكتب البرانيسز بتاعة الحل. هو عايز الpoint بتاعة الintersection مش عايز الsolution set يبقى هناخد الorder pair بس اللي هو 4 و-1. الإجابة الصحيحة هي C. number 3 the domain of the function وجاب لي function عبارة عن fraction فوق x plus 5 وتحت x power 2 - 1. domain يبقى على طول هنركز على الdenominator. هنركز على الdenominator. الdenominator ده ممنوع ييجي فيه 0 يبقى في أرقام هنا ممنوعة تتحط مكان الx. نجيب الأرقام الممنوعة دي إزاي؟ بنكتب قيمة الdenominator اللي هو x power 2 - 1 equal 0 ونبدأ نعمل factorization 2 bracket الx power 2 x هنا وx هناك ال1 1 هنا و1 هناك طبعًا بنعمل له square root واحدة positive وواحدة negative ونكتب بعدهم equal 0. عندي كده 2 equation من الأولى كام +1 equal 0 -1 طبعًا. طيب كام -1 equal 0 1 يبقى في رقمين ممنوعين -1 و1 لكن بقية الأرقام مش ممنوعة. يبقى الدومين عبارة عن R minus set of -1 and 1. set of -1 and 1 موجودة في رقم D. كده 3 أسئلة choose. معايا بقى فكرة في الessay question في السؤال الأولاني. هو تقريبًا مقسّم كده الموديل إلى أسئلة منها choose ومنها essay. بيقول لي solve in R by R the two equation. جايب لي x plus y equal 3 دي كده كلها على بعضها first degree لأن الx مش لازقة في الy والتانية برضه x minus 2y equal 9 برضه دي first degree. عايز أجيب الvalues بتاعة الx والy
هنكتب الإيكويشن الأولى x + y = 3 ودي كده مترتبة، x بعدها y بعدها equal بعدها number، ونكتب الإيكويشن التانية تحت منها اللي هي x - 2y = 9 ودي برضه مترتبة x بعدها الy بعدها equal بعدها number، وبنعمل خط كبير كده تحتيهم هما الاتنين. طبعًا لو إحنا عملنا بلس للإكسات والوايات والأرقام ما فيش حاجة هتضيع مع حاجة، لإن دي positive ودي positive، فهنعمل إيه؟ هنعمل minus وminus وminus، minus للإكسات وminus للوايات وminus للأرقام. يالّا طلّع الresult كده x - x هتروح مع بعضها. طيب اللي بعدها 1 جنب الy وفي 2 بالنيجاتيف جنب الواي التانية، يبقى هنعمل 1 minus -2، 1 بالكالكليتور 1 minus -2 equal 3، 3y بقى والّا 3x؟ 3y طبعًا لإن إحنا بنعمل minus للy، يبقى 3y equal زي ما هي، ونعمل بالكالكليتور 3 minus 9 6 -6. بعدين إحنا عايزين y واحدة بس، إحنا عندنا 3y equal -6 يبقى الy الواحدة equal -2 جبناها إزاي؟ عملنا divide 3 in both term يبقى الy الواحدة equal -2. كده طلّعنا الy ب-2 باقي نطلّع الx. هنكتب الإيكويشن الأولى x + y = 3 ما فيش مشكلة نعيدها كمان مرّة، x + y = 3 وجبنا إحنا الy من الخطوة الأولانية بكام؟ ب-2 يبقى هنبدِّل مكان الy -2 هنكتب مع بعض x plus مكان الy هنكتب -2 الequal زي ما هي، ال3 زي ما هي، هنودّي ال-2 الناحية التانية بعكس الsign يبقى +2 equal 5 يبقى إحنا كده جبنا الx equal كام يا ولاد؟ equal 5. طيب هو عايز الsolution set يبقى عايز قيمة الx والy والّا قيمة الy والx؟ طبعًا قيمة الx والy لإن الx بتيجي قبل الy قُلنا قبل كده في الEnglish يبقى برضه هنستعمل الترتيب ده في الmath الx equal 5 والy equal -2 يبقى الSS solution set equal order pair 5 الأول وبعد كده -2 ونعمل لها parentheses بتاع الset يبقى الsolution set بتاعي 5 and -2. كده افتكرنا مع بعض إزاي بنحل 2 equation in 2 variables of first degree. question number 2 السؤال التاني بيقول لي choose برضه لو الA is a subset of B الA صغيرة وجزء من الB جواها and أو then probability of A intersect B معروف إن لو set subset من set يبقى الintersection بيصغّر مش بيكبّر، بيصغّر يعني ياخد الست الصغيّرة، مين الصغيّرة؟ الA يبقى هناخد الإجابة بتاعتي probability of A وطبعًا لو عكس وعايز probability of A union B الunion بيكبّر يبقى هناخد الست الكبيرة اللي هي الB بس عندي في السؤال دلوقتي A هي اللي subset من الB يبقى الإجابة probability of A intersect B equal probability of A. السؤال التاني The sum of two numbers is 9 عددين لو نعملهم بلس يدينا 9 and their product is 20 ولو عملناهم باي يدينا 20 الإجابة مش محتاجة هي ال5 وال4 في الchoices عندي يبقى الB هم دول لو عملنا لهم بلس يدينا 9 ولو عملنا لهم باي يدينا 20. مش لازم بقى أعمل 2 equation ونحل 2 equation لأن دي مسائل سريعة ما بتاخدش مني وقت كبير في الكتابة ولا تفكير ولا نضيّعش فيها وقت، بنجرّب الحاجات اللي موجودة عندي وإن شاء الله تلاقي الإجابة تبقى سهلة بالنسبة لك. Number 3 if the number of solutions of equations وجاب لي 2 equations x plus 2y equal 4 أدي واحدة، ax plus 4y equal 8 أدي كمان equation. أنا عندي الnumber of solutions 3 أشياء، يا إما one solution وده بيحصل لمّا يكون ال2 straight line intersecting مع بعض أو zero solution لمّا يكون ال2 straight lines parallel أو infinite solution لمّا يكون ال2 equations أو ال2 lines coincident. هو هنا بيقول لي إن هم have infinite number of solution
ده معناه إيه بقى في الtwo equation؟ مش لازم أرسم ومش لازم أعرف هو يعني إيه بقى infinite solution مستر القاعدة بتاعة الinfinite solution معناها إن هم اتقابلوا بpoints كتير جدًا، يبقى كل شيء حصل له تطابق. يعني إيه برضه يا مستر؟ يعني الأسهل بالنسبة لك هنعمل 3 شُرط بالشكل ده كده. هنعمل شرطة equal وشرطة وequal وشرطة. طب وبعدين؟ الشرطة الأولى أكتب عليها إيه؟ الرقم اللي جنب الX في الأولى كام؟ 1 والرقم اللي جنب الX في التانية كام؟ A يبقى أكتب ال1 فوق والA تحت. طيب الرقم اللي جنب الY هنا في الأولى يعني 2 يبقى أكتب 2 فوق، والرقم اللي جنب الY في التانية 4 يبقى أكتب تحت 4. طيب اللي بعد الequal الرقم اللي بعد الequal هنا 4 والرقم اللي بعد الequal في الequation التانية إيه؟ واضح إن ال4 نُص ال8 واضح برضه إن ال2 نُص ال4 يبقى أكيد ال1 نُص مين؟ ال1 نُص ال2 يبقى الA equal 2 لازم ال3 ratios أو ال3 fractions يكونوا equal لازم طالما have infinite solution يبقى لازم ال3 ratios يكونوا equal بعضيهم. السؤال اللي بعد كده find the solution set of the system in R by R وجاب لي equation x minus y equal 1 x minus y equal 1 دي equation first degree لأن الx مش لازقة في الy على طول. الx عليها 1 والy عليها 1 يبقى first degree. والequation التانية واضح جدًا إن هي second degree عشان الx عليها power 2 والy عليها power 2 يبقى الequation التانية second degree والأولى first degree. بنبدأ نحل الtwo equations إزاي؟ بناخد الفيرست ديجري الأول، ونحاول نخلّي الX equal لوحدها أو الY equal لوحدها. خلّيك في السهل، الX جنبها -y يبقى الMinus y هتروح الناحية التانية بعكس الساين تبقى +y. نكتب من أول السطر X equals 1 + y 1 + y وحطها between 2 bracket كده. خلاص؟ كده جبنا الX equal لوحدها. هنعمل إيه بقى في الequation التانية؟ هنمشّي الX بقى من الequation التانية خلاص، لإن إحنا كده جبنا الvalue بتاعها بالنسبة للy. الequation التانية بتقول لي إيه؟ x باور 2 لأ مش هاكتب x باور 2 بقى، هاكتب 1 + y between bracket باور 2 يعني بدل الx باور 2 هاكتب y + 1 all the power 2 plus زي ما هي، كمّل بقى الequation التانية زي ما هي، y باور 2 زي ما هي equal زي ما هي 13 زي ما هي. هنبدأ بقى نفُك البراكت لإن الequation بتاعتي أصبحت first أو أصبحت one variable. نحلّها إزاي؟ هنفُك البراكت الأولاني، البراكت ده طالما حاجتين مع بعض باور 2 بنفُكّها إزاي بسهولة؟ الأول by نَفْسه يدّينا 1 plus التاني by نَفْسه يدّينا y باور 2 وبعدين هنضرب ال3 حاجات في بعض ال2 والy وال1 ال2 والy وال1 لمّا نضربهم كلّهم في بعضهم يطلع +2y. نكمّل بعد ما فكّينا البراكت خلاص ما عادش ليه لازمة البراكت plus y باور 2 زي ما هي، وبالمرّة ندخّل الplus 13 لجوّه يبقى minus 13 equals 0. ما هي ال13 لمّا تدخل جوّه هيبقى يتفضّل مكانها إيه؟ الهوا اللي هو الزيرو. يالّا نجمّع كل الy باور 2 الأول. عندي هنا y باور 2 واحدة، وعندي هنا y باور 2 واحدة، يبقى كام y باور 2 كلّهم؟ ما حدّش بقى يقول لي y باور 4 إحنا بنجمّع coefficients. هنا واحدة y باور 2 وهنا واحدة y باور 2 يبقى الtotal 2y باور 2. طيب كام y موجودة؟ ما فيش غير حاجة واحدة بس، ترم واحد بس اللي هو فيه y اللي هو +2y ينزل زي ما هو. تعال نجمّع الأرقام مع بعضها، في أول السطر 1 وفي آخر السطر -13 لمّا نجمّعهم بالكالكوليتور 1 + -13 أو 1 - 13 على طول -12 equals 0. الequation اللي قدّام مني دي كلّها ممكن نقسمها على 2 كلّها، لإن هنا في 2 وهنا في 2
وهنا في 12 كلهم يقبلوا الديفيجن على 2، يبقى هنعمل الايكويشن كلها ديفايدد 2. 2y باور 2 لما نعملها ديفايدد 2 تكون y باور 2 بس، بلس 2y لما نعملها ديفايد 2 يتفضل y واحده بس، ماينس 12 لما نعملها ديفايد 2 يبقى 6، ونكتب بعدها ايكوال 0. هنا بقى من حق استعمل كالكليتور ونجيب بطريقه الفاكتورايزيشن بتاعت تاني اعدادي، او بنحلها بالفاكتورايزيشن برضو العاديه، نعمل 2 براكت وبعد ال 2 براكت اكتب ايكوال 0. نبدا بالواي باور 2 بقى، الواي باور 2 هنقسمها نصين، واي هنا وواي هناك. بالنسبه لل6 عايز عددين بالباي يدينا 6 وبالماينس عشان النيجاتيف ديت بالماينس يدينا 1 اللي جنب الواي، ال1 اللي جنب الواي. يا ترى ايه هم التو نمبرز اللي نعمل لهم باي يجيب 6 ونعمل لهم ماينس يدينا 1؟ 2 باي 3 طبعا، يبقى هكتب هنا 2 وهكتب هناك 3 او العكس مفيش مشكله. الرقم الكبير 3 يبقى هياخد اول ساين عندي، اول علامه عندي بوزيتيف، يبقى هنكتبها جنب ال 3. طيب العلامتين في الاكسبريشن عكس بعض ولا زي بعض؟ واضح ان هم عكس بعض، يبقى الصغير ياخد نيجاتيف. اصبح عندي تو ايكويشن. البراكت الاول هيطلع واي بكام؟ لما نعمل ايكوال 0 يبقى الواي بتاعتنا ايكوال 2، ادي اول فاليو للواي. اند البراكت الثاني واي بلس 3 ايكوال 0، يبقى الواي بتاعتنا بنيجاتيف 3، الواي ايكوال نيجاتيف 3. هنجمع الداتا بتاعتي دي في تيبل، هنعمل تيبل صغير كده، هنعمل مربع صغير كده، نحط فيه بس الداتا بتاعتي ننظمها، نقسمه نصين بالعرض ونعمل فيه شرطتين من جوه كده. اول مربع هنكتب اكس وواي، هنا اكس وهنا واي. احنا جبنا الواي الاولى بكام؟ 2، يبقى نكتب في الصف اللي تحت 2 وفي الصف اللي تحت نيجاتيف 3. طيب اكتب فوق المربع ده 1 بلس واي اللي احنا كنا جايبينها في الايه؟ في الفاليو بتاع الاكس من الاول خالص، 1 بلس واي، وبرده المربع الثاني 1 بلس واي، هي واي بلس 1 زي 1 بلس واي. طيب كانت الواي بكام في اول مربع؟ ب 2، يبقى بدل ما هي واي بلس 1 هنخليها 2 بلس 1 يعني 3 على طول. طيب المربع الثاني كانت واي بلس 1 او واي بلس 1، الواي بنيجاتيف 3 يبقى 1 بلس نيجاتيف 3 يبقى نيجاتيف 2. كده عندي كام اوردر بير؟ الاولاني 3 و2، نكتب 3 كوما 2 اوردر بير، كوما الاوردر بير الثاني هيبقى نيجاتيف 2 نيجاتيف 3. وطالما هو عايز سوليوشن ست يبقى بنحجز كل ده البارانيسي بتاعت الست، يبقى كده السوليوشن ست بتاعت المسألة. السؤال اللي بعده تشوز برضو if n of x equal، جايب لي fractional function من فوق x بلس 1 ومن تحت x ماينس 2، وعايز الدومين بتاع مين؟ بتاع ال n ولا بتاع المالتيبليكيتيف انفيرس؟ بتاع المالتيبليكيتيف انفيرس. ليه؟ لأنه n باور نيجاتيف 1 دي عن المالتيبليكيتيف انفيرس. الدومين بتاع المالتيبليكيتيف انفيرس بتاع الفانكشن عباره عن ايه؟ كل الريال نمبر ما عدا اللي ممنوع من فوق ومن تحت بقى المره دي، مش من الدينومينيتور بس، من الدينومينيتور والنيميريتور كمان. يبقى الاجابه ار ماينس مين ومين؟ من فوق نيجاتيف 1 ومن تحت بوزيتيف 2. يبقى كل الارقام مش ممنوعه ما عدا اتنين بس هم اللي ممنوعين، اللي هو نيجاتيف 1 وبوزيتيف 2. يبقى الار ما عدا بوزيتيف 2 ونيجاتيف 1 موجوده في سي، بس هو نسي بس يكتب الشرطه بتاعت النيجاتيف. تمام. نمبر 2 ان اوف اكس ايكوال اكس اوفر 1 ماينس اكس بلس، خد بالك بلس وماينس يبقى لازم الدينومينيتورز تكون ايكوالز لبعضيها، لازم تكون ايكوالز لبعضيها. هل انت ملاحظ ان هم قد بعض ولا مختلفين؟ لا مختلفين. يبقى هنا لازم نعمل حاجه صغيره كده، ترتيب الاكسبريشن بتاعي في الدينومينيتورز. يلا نعمل شرطه، هنكتب الاكس فوق زي ما هي، ومن تحت بدل ما هي 1 بلس اكس هنكتبها اكس
أنا آسف بدل ما هي 1 minus x هنكتبها x minus 1 ونعمل براكت حوالين منها. خلاص عملنا البراكت حوالين منها يبقى نحط كمان نيجاتيف قبل البراكت. طيب بلس زي ما هي. الشرطة التانية بتاعة الفراكشن ال1 اللي فوق زي ما هو x minus 1 زي ما هي مترتبة. هنحطها في براكت صغير عشان تبقى شبه أختها اللي تحت. لاحظ إن هما الاتنين ابتدوا كده يبقوا شبه بعض. ممكن نعمل إيه إحنا عشان نخليهم شبه بعض خالص؟ هنزود نيجاتيف تحت ونزود نيجاتيف فوق عشان يبقوا ما عملناش حاجة، زودنا نيجاتيف تحت ونيجاتيف فوق مفيش مشكلة. ونقول بعدها equal. نعمل الشرطة بتاعتنا واحدة بس مش اتنين بقى خلاص. ونثبت الدينيميتور زي ما هو اللي هو نيجاتيف وبراكت وإكس ماينس 1. هنكمل الإيكوال تحت. الشرطة واحدة بس. الدينيمينيتور هنكتب منه واحد النيجاتيف والبراكت والإكس ماينس 1. وفوق هنا في إكس وهنا في نيجاتيف 1 يبقى نكتب فوق إكس نيجاتيف 1. واضح إن الدينيمينيتورز إكس ماينس 1 والنيميريتور برضه هنشيلهم مع بعض. طبعا لازم هنا إكس نوت إيكوال 1 بس هو مش كاتب الكلام ده، بس تبقى أنت عارف إن إكس هنا عشان نعمل ديفايد ونشيل إكس ماينس 1 مع إكس ماينس 1 لازم الإكس does not equal 1. طيب من فوق خلاص ومن تحت خلاص فاضل بس النيجاتيف بتاعتي يبقى الإجابة نيجاتيف 1 لأن لما أقسم حاجتين على بعض نفس الحاجة يبقى الإجابة 1 وعندي نيجاتيف موجودة في الدينومينيتورز يبقى الإجابة نيجاتيف 1. Number 3. If the graph of the quadratic function f passes through the points. وهي طبعا الكوادراتيك فانكشن لما بتترسم بتعمل باثنج ثرو بوينتس كتيره جدا. هو جايب لي هنا 3 حاجات بس 4 و0 0 ونيجاتيف 8 نيجاتيف 2 و0. طيب مين اللي يعتبر فيهم موجود في السوليوشنز بتاعنا اللي هو عامل انترسكشن مع الاكس اكس؟ مين هنا في الثلاثه دول موجود على الاكس اكس؟ الاولى والاخيره 4 و0 نيجاتيف 2 و0 يبقى هم دول هنشتغل عليهم. طب هو عايز السوليوشن سيت مش عايز الانترسكشن بوينت. السوليوشن سيت يبقى ناخد الرقم بتاع الاكس اللي هو 4 والرقم بتاع الاكس اللي هو نيجاتيف 2 يبقى الاجابه 4 ونيجاتيف 2 اللي هي موجوده في سي. مش لازم الترتيب ممكن 4 ونيجاتيف 2 او نيجاتيف 2 و4. Second, find the solution set of the equation using general formula. الجنرال فورمولا معناها ايه؟ نطلع الفاليو بتاع الاي نكتب A equal الاي يعني الرقم اللي جنب الاكس باور 2. الرقم اللي جنب الاكس باور 2 كام في الاول؟ 1 يبقى الاي ايكوال 1. طيب البي الرقم اللي جنب الاكس نقول نيجاتيف 1 يبقى البي ايكوالز نيجاتيف 1. وكمان السي اللي هو النمبر اللي لا مع الاكس باور 2 ولا مع الاكس اللي هو مين؟ نيجاتيف 4. يبقى كده طلعنا الثلاث حاجات الاساسيه الاي بكام والبي بكام والسي بكام. نبدأ بقى نعوض في الجنرال فورميولا وبنكتب اكس ايكوال خط كبير خالص. هنكتب القاعدة الأول عشان ما انساهاش وأنا بحل. نيجاتيف بعدها ما بين براكت كده نكتب البي بعدها بلس روت كبير قوي ما بين براكت نكتب البي باور 2 ماينس 4 اي سي. طيب تحت في الدينومينيتور 2a. نبدأ نعوض اكس ايكوال خط كبير هو زي ما هو نيجاتيف ما بين براكت نكتب الفاليو بتاع البي اللي هو نيجاتيف 1 بلس روت كبير ما بين براكت نكتب نيجاتيف 1 بعد البراكت نكتب باور 2 ماينس 4 باي الاي يعني 1 باي
السي يعني نيجاتيف 4. خلصنا النيميريتور، انزل تحت على الدينومينيتور 2a يعني 2 باي 1. هنستعمل الآلة الحاسبة وهنكتب نفس الاكسبريشن ده. بعد ما كتبنا النمبرز دي كلها على الكالكليتور طلعت الاكس ايكوال 1 بلس روت 17. كده الاكس ايكوال 1 بلس روت 17 فوق وتحت 2. دي الفاليو بتاعت الاكس الاولى. طبعا الاكس الثانيه من اول السطر، ما احنا عندنا 2 فاريبل او 2 فاليو للاكس نفسها هي بس هنخلي بلس دي ماينس، يبقى 1 ماينس روت 17 اوفر 2. هو عايز السوليوشن سيت او find the solution of the following equation using general formula. يبقى الاس اس equals ال 1 بلس روت 17 اوفر 2. نكمل تحت عشان بس المكان. يبقى السوليوشن سيت هنحط الاثنين اللي احنا طلعناهم دول between parentheses بتاعت ست 1 بلس روت 17 فوق اوفر 2 كوما 1 ماينس روت 17 فوق و2 تحت. طبعا هو هنا مش عايز نحولها لا 1 ديسيمال بليس ولا 2 ديسيمال بليس ولا نعمل سبستيتيوشن عن روت 17 بكذا. هو عايز السوليوشن 6 زي ما هي. في الامتحان عادي ممكن يقول لك ابقى بدل لي روت 17 بكذا، دي ما تبقاش صعبه عليك ان شاء الله. السؤال الثالث او السؤال الرابع find n of x in simplest form. اهم حاجه عندي نركز، هو عايز المساله بلس ولا عايزها باي ولا ماينس ولا ايه؟ المساله بتاعتي بلس، يبقى لازم نخلي الدينومينيتورز زي بعضها. ازاي؟ الخطوات اللي هقول لك عليها دي. اول حاجه هنعمل خط بلس خط ونبدا نعمل فاكتورايزيشن لكل فراكشن. بالنسبه لاكس ماينس 3 زي ما هي اكس ماينس 3 عشان ده فيرست ديجري ملوش فاكتورايزيشن ولا في كومن فاكتور. بالنسبه لاكس باور 2 ماينس 6 اكس ماينس 9، تعال نجرب الاول هل في عددين بالباي يدينا 9 وبالماينس يدينا 6؟ لا مفيش. دي بس ممكن تكون خطأ في السؤال، هي دي ممكن تكون بلس 9 مش ماينس 9 مع بعض. يلا نكمل. الخطأ اللي كان موجود في السؤال كانت الماينس بتاعة ال 9 دي المفروض تبقى بلس. هنكتب تحت بقى 2 براكت، نعمل 2 براكت وبنفك مع بعض الاكس باور 2 اكس هنا واكس هناك، وعددين بالباي يدينا 9 بالبلس يدينا 6 ال 3 و3. اي واحده منهم هتاخد اول علامه اللي هي الماينس، والتانيه عشان هما العلامتين عكس بعض يبقى ماينس برضو. الفراكشن التاني بالنسبه لاكس باور 2 ماينس 1 هنفتح 2 براكت، هنا اكس وهنا اكس، ال1 تبقى هنا 1 وهنا 1، واحده بلس وواحده ماينس. تحت هنعمل 2 براكت، عايزين عددين بالباي هنا اكس وهنا اكس الاول، عددين بالباي يدينا 3 والماينس يدينا 2، 1 باي 3، 1 هنا و3 هنا. الكبيره 3 تاخد اول علامه عندي في الاكسبريشن اللي هو ماينس، والعلامتين شبه بعض نيجاتيف ونيجاتيف يبقى بوزيتيف. الخطوه الثانيه على طول هنشوف ايه اللي ممنوع في الدينومينيتورز. بالنسبه لاول براكت الممنوع 3، وبالنسبه لتاني براكت زيه، وبالنسبه لتالت براكت نيجاتيف 1 الممنوع نيجاتيف 1، وبالنسبه لاخر براكت 3 برضه. يبقى هما رقمين بس الممنوعين عندي اللي هو 3 ونيجاتيف 1. يبقى الدومين ايكوال ار ماينس ست نيجاتيف 1 و3.
وبعدين بعد كتبنا الدومين وعملنا الفاكتورايزيشن هنبدأ بقى نشطب البراكتس اللي هي متشابهة فوق وتحت. بالنسبة للفراكشن الأولاني x minus 3 واحدة مع واحدة، واحدة من فوق وواحدة من تحت. بالنسبة للفراكشن التاني x plus 1 مع x plus 1. نبدأ من أول السطر نكتب اللي باقي في الفراكشن الأول 1 فوق وx minus 3 تحت بلس الفراكشن التاني فاضل فيه x minus 1 وتحت فاضل x minus 3. واضح جدا إن الدينومينيتورز بقت زي بعضها بالظبط. يبقى الإجابة هنعمل خط واحد بس ونثبت x minus 3 تحت x minus 3 ونجمع من فوق. تعال نجمع من فوق مع بعض، نجمع الإكسات اللي فوق، هي مفيش غير x واحدة بس اللي موجود، نكتبها ونجمع الأرقام. هنا 1 وهنا نيجاتيف 1، لما نجمع 1 مع النيجاتيف 1 هيروحوا مع بعض، يبقى ما عادش حاجة خالص غير فوق x وتحت x minus 3. السؤال اللي بعده جاب لي برضو مسألة الأوبريشن أون فراكشنال فانكشن، برضو الباي سهلة جدا الباي ولذيذة. find n of x in simplest form showing the domain أو stating the domain. عادي هنعمل خط باي ونعمل خط جنبها نفس الخطوات بتاعة البلس، بس الفكرة إن مش لازم نلتزم ب common denominator ولا حاجة، لأ عادي جدا. نبدأ بالإكس باور 2 ماينس 4، هنعمل 2 براكت. الإكس باور 2 هنا إكس وهنا إكس، ال4 هتكون هنا 2 وهنا 2، واحدة بوزيتيف وواحدة نيجاتيف. طيب انزل تحت هنلاقي الإكس باور 2 والنيجاتيف 2 إكس. يا ترى الإكس موجودة مرتين ولا مرة واحدة؟ موجودة مرتين، يبقى نكتب إكس كومن فاكتور ونعمل بعدها براكت. بالنسبة للإكس باور 2 خدنا منها إكس بره البراكت، يتفضل فيها إكس جوه البراكت ماينس. بالنسبة ل2x خدنا من جنبها، خدنا من جنب ال2 خدنا الإكس بره، يتفضل 2 جوه. الفراكشن التاني إكس زي ما هي وإكس بلس 2 زي ما هي. يلا نجيب الممنوع في الدينومينيتور. بالنسبة للإكس اللي قبل البراكت دي لوحدها كده الممنوع فيها الزيرو، يبقى أول حاجة زيرو. وبالنسبة لإكس ماينس 2 الممنوع عندنا مين؟ 2. وبالنسبة لإكس بلس 2 الممنوع نيجاتيف 2. يبقى في 3 أرقام ممنوعة 0 و2 ونيجاتيف 2. يبقى الدومين equals r كل الريال نمبر يعني ماينس set 0 2 نيجاتيف 2. يلا نعمل كانسليشن بقى الحاجات المتشابهة. الميزة في الباي إن أنا ممكن أكنسل من الفراكشن الأول الفراكشن التاني، بس أهم حاجة تكون الحاجات اللي تكنسلها عكس بعضها، يعني واحدة من فوق واحدة من تحت. أول حاجة هنكنسل x minus 2 من فوق و x minus 2 من تحتها، وبعدين x بلس 2 من فوق x بلس 2 من تحت، برضو تاني x من فوق وx من تحت. كده كل المسألة ما عادش فيها أي حاجة خالص، يبقى الإجابة بتاعتي هتكون ب1. يبقى ال n equal 1 السمبلست فورم بتاع الفراكشن والدومين كتبناه، يبقى كده وصلنا للمطلوب. السؤال الأخير بيقول لي ده طبعا سؤال probability، بيقول لي if A and B are two events from the sample space of a random experiment and the probability of A equals 0.6, probability of B equals 0.5, probability of A intersection B equals 0.3. ايه المطلوب؟ find the probability of A union B. لازم نكون فاكرين قاعدة اليونيون ان ال probability of A union B equals 3 قطع A و A و A. القطعة الأولى probability of A plus probability of B minus probability of A intersect B. نبدأ بقى نعوض equal بالنسبة لأول قطعة بكام اللي هي probability of A
ب 0.6 بلس تاني قطعة اللي هي البروبابيلتي اوف في 0.5 ماينس البروبابيلتي بتاع الانترسكشن بتاع الاي والبي 0.3. استعمل كالكوليتور 0.6 و 0.5 ماينس 0.3 يبقى 0.8. 0.8. هو عايز ايه تاني؟ نمبر 2 عايز مننا probability of A minus B. قاعدتها سهلة جدا. probability A minus B equal حاجتين بس. ايه بقى الحاجتين؟ probability الأول أيا كان بقى الأول، لو الأول A يبقى probability ال A، لو الأول B probability ال B minus probability intersection A و B، يبقى A intersect B. الأول intersect التاني. تعال نشوف بقى التعويضة بتاعتها هتكون شكلها عامل ازاي. البروبابيلتي اوف A يعني 0.6 ماينس البروبابيلتي اوف A انترسكت B اللي هي انترسكت B 0.3، يبقى الانسر بتاعنا بالكالكوليتور 0.3. اخر حاجه يقول لي لو الان الاولى بكذا اكس باور 2 ماينس اكس اوفر اكس باور 2 ماينس 1، والان الثانيه بكذا اكس باور 2 ماينس 3 اكس اوفر اكس باور 2 ماينس 2 اكس ماينس 3، بروف ذات زي ار ايكوال. عايزين نثبت انهم قد بعض. ايه اللي يخلي التو فراكشنز قد بعض؟ حاجتين، السمبلست فورم زي السمبلست فورم والدومين زي الدومين. طيب تعالى معايا اقسم الصفحه بالطول كده ونحل ال N1 هنا ونحل ال N2 الناحيه الثانيه. يلا نعمل فاكتورايزيشن. هنعمل خط فاكتورايز اللي فوق. يا ترى اللي فوق اوعى تتخدع وتعمل 2 براكت على طول، لا، الاكس موجوده مرتين ولا مره واحده فوق؟ موجوده مرتين، يبقى هنكتب الصغيره فيهم اكس ونعمل براكت بعدها. الاكس باور 2 خدنا منها جزء بره اللي هو الاكس، فاضل جزء جوه اللي هو الاكس برضه ماينس دي كانت 1 اكس، خدنا الاكس بره، يتفضل عندي ال1 تحت. دي اللي هتتعمل 2 براكت، اكس هنا واكس هناك، 1 هنا و1 هناك، واحده بلس واحده ماينس. دي الخطوه الاولى فاكتورايزيشن. تعال نكتب الارقام الممنوعه. بالنسبه للاولى الارقام الممنوعه 1، وبالنسبه للثانيه الارقام الممنوعه نيجاتيف 1. يبقى في رقمين ممنوعين عندي اللي هو ال1 والنيجاتيف 1. يبقى الدومين بتاع الاول ايكوال ار ماينس حاجتين ايه وايه؟ set of negative 1 و 1. الخطوه اللي بعدها هنكنسل الفاكتورز المتشابهه x minus 1 اللي فوق x minus 1 اللي تحت. محدش بقى يقول لي الاكس دي مع الاكس دي، ما ينفعش. يبقى نعمل خط ونكتب اللي فاضل فوق x واللي فاضل تحت x بلس 1. يبقى ده السمبلست فورم بتاع الفيرست فراكشن. الفراكشن الثاني برضو اللي عملناه في الاول هنعمله في الثاني فاكتورايزيشن. هنعمل خط واحد كبير ونبدا نعمل فاكتورايزيشن. بالنسبه للتوب بتاعك x باور 2 ماينس 3x، الاكس موجوده مرتين يبقى هنكتب الصغيره اللي هي الاكس ونعمل براكت. بالنسبه لاكس باور 2 كتبنا منها اكس بره، يتفضل اكس جوه ماينس. بالنسبه لل 3 اكس كتبنا منها الاكس بره، يتفضل ال 3 جوه، اقفل براكت، انزل تحت، نعمل 2 براكت. الاكس باور 2 اكس هنا واكس هناك. بالنسبه لل 3 عايزين عددين بالباي يدينا 3 بالماينس يدينا 2، يبقى 1 باي 3. الكبيره 3 تاخد اول علامه اللي هي الماينس، والعلامتين اللي عندي في الاكسبريشن نيجاتيف ونيجاتيف يبقى بوزيتيف. ايه اللي ممنوع في الاولاني؟ نيجاتيف 1. اللي ممنوع في الثاني 3. يبقى الممنوع عندي النيجاتيف 1 و 3، يبقى الدومين بتاع الثاني ايكوالز ار ما عدا نيجاتيف 1 و 3. الخطوه اللي بعدها هنكنسل الفاكتورز المتشابهه، يعني اكس ماينس 3 مع اكس ماينس 3
هيتفضل عندي ايه وايه؟ اكس فوق واكس بلس 1 تحت. واضح جدا ان التو فراكشنز ايكوال في السمبلست فورم، لكن الدومين مختلف. هو هنا بيقول لي بروف ان هم ايكوال ان ذا كومن دومين. نجيب الكومن دومين ازاي؟ يلا معايا كده يا شباب، نكتب كومن دومين ايكوال، هنا ار وهنا ار، هنا ار وهنا ار، يبقى هنكتب ار واحده. هنا ماينس، هنكتبها تحت عشان المكان. هنا في ماينس وهنا في ماينس، يبقى هنكتب ماينس واحده ونعمل ست، ونلم الارقام بتاعه الايه السيت اوف زيروز بتاعه الاولى والثانيه. هنا 1 ونيجاتيف 1 ونيجاتيف 1 و3، يبقى هنكتب الاربع ارقام دول جوه السيت اللي احنا هنعملها، بس ممنوع التكرار. يعني الحاجه اللي مكتوبه مرتين نكتبها مره واحده. يبقى ال1 هتتكتب والنيجاتيف 1 موجوده مرتين نكتبها، وال3 نكتبها، يبقى 1 ونيجاتيف 1 و3. وبكده يبقى جبنا الكومن دومين بتاع التو فراكشنز اللي هم هيكون متساويين فيه هما الاثنين. خلصنا كده الموديل الاولاني، ان شاء الله نلتقي مع موديل جديد، نحاول برضه ننجز فيه كام فكره جديده. بالتوفيق ان شاء الله. اشوفكم على خير، كل سنه وانتم طيبين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.